بناتي الأمارات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بما اننا بقى قررنا ان احنا نعتمد على نفسنا ونتعلم كل الاكلات بتاعتنا ومنشتريش حاجة من بره. فالمخللات برضو من الحاجات المهمة قوي ان احنا نعملها في البيت. انضف واضمن مفيش حد طبعا بيستغنى عن المخللات في البيت، مفيش اسهل بجد بجد من ان احنا نعمل مخلل في البيت يعني. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه. مبدئيا كده انا جبت لفت وخيار. اللفت دلوقتي هو تقريبا الاوان بتاعه او الوقت اللي بيطلع فيه بيبقى حلو وطري، وكمان سعره حلو قوي في السوق، سعره رخيص. جبت الخيار اللي هو الخيار البلدي، مش الخيار اللي هو المستورد الرفيع ده. تمام كده. بس هو ده اللي انا هعمله النهارده. وهحتاج القطاعة القمر دي، وهحتاج كمان مصفى يكون تحتيها حلة بقى او آم، بولة، اي حاجة ايا كان يعني. المهم ان احنا هنحط فيها المخلل علشان هصفي ميته. وهنشوف طبعا في الخطوات دلوقتي. تمام كده، يلا بينا نشوف بقى هنقطع ازاي وهنمشي في خطواتنا ازاي مع المخلل القمر اللي احنا هنعمله ده. انا اخدتهم كده وقعدت بقى على السفرة، واخدت راحتي بقى وان انا اقطع المخلل دي، يعني حاجة حلوة قوي ان انت تعملي حاجتك كلها في بيتك يعني. آم، انا بدأت باللفت، قطعته لشرايح كده زي ما انتم شايفين، عشان اسهل على نفسي ان انا اقدر اقطعه بالقطاع ويديني الشكل بقى اللي احنا بنجيبه من بره. بس طبعا مع اختلاف ان هو هيكون انضف، وانا حاجة انا ضمناها وعاملاها في البيت. بقطعه بالطريقة دي اللي انتوا شايفينها، مفيش اسهل من كده. الخيار بقطعه برضو زي ما تحبي، عايزة تقطعيه بالشكل كده بالسكينة، بس عايزة تقطعيه بقى بالقطاعة تديله شكل برضو زي اللي احنا بنجيبه برضو من بره من المحلات برضو. تمام. بس هتقطعي بالطريقة دي وهتحطيهم بقى في مصفى. طبعا يكون تحتيها حلة او حاجة زي ما اتفقنا، لان احنا هننزل المخلل هينزل مية كتير. احنا عايزين ننزل كل المية اللي فيه علشان ما يطراش معايا في التمليح. تمام كده. حطيته بقى في المصفى، وهنزل عليه بقى بشوية ملح حلوين كده، يعني قولي 3 4 معالق ملح على الخيار وعلى اللفت وهو في المصفى بالشكل ده. بحط له الملح كده، وبنزل برضو على الخيار بشوية من الملح حلوين برضو كده، وبقلبهم وبسيبهم بقى وقت طويل، يعني ممكن من بالليل للصبح، ممكن من الصبح بالليل، ممكن جايباهم مثلا عملتهم الساعة مثلا 5 العصر أو المغرب، يعني ممكن أحطهم في البرطمانات بالليل. مفيش مشكلة، المهم أسيبهم شوية حلوين ينزلوا مية كتير، يعني ينزل كل المية اللي فيه. المية بتاعتي اللي بملح بيها يا بنات بتكون مغلية، وبسيبها تبرد، وبحط لها يعني نص مثلا كيس من اكياس الملح الصغيرة اللي احنا بنجيبها. آه، كل لتر مية ممكن احط له مثلا 4 5 معالق كبار، ومعلقة من السكر. معلقة السكر بتفرق جدا في ان هي بتطلع لي المخلل مقرمش وما بيطراش. تمام كده. بصوا البلاستيكة، يعني دول شوية مية من بعد ساعة تقريبا بس من المخلل كان محطوط، وكل ما بتسيبيها كل ما بتنزل مية كتير برضو. تمام. هسيبها كمان شوية كتير علشان خاطر اضمن ان هو نزل كل السوائل اللي فيه وما يطراش معايا. ممكن تملحي بقى في اكياس تلاجة لو ما عندكيش برطمان. البرطمان بتكوني غسلاه كويس ومعقماه. او بكيس تلاجة عادي ممكن برضو تحطي فيه المية بتاعتنا دي. بقى انا فضيتهم في البرطمانات بتاعتي، وبزود بقى المية بتاعتي اللي هي انا كنت غالية وسايباها تبرد تمام، يعني ما تبقاش سخنة خالص، لازم تكون باردة. بس بغليها كأني بعقمها كده. وحطيت بقى المخلل بتاعي وزودت بالمية بتاعتي، وحطيت فصين توم وورق لورا. بس كده بالشكل ده. ولازم ما اكونش اكون كابسه المخلل كويس، ما يكونش فيه هوا. وكمان ممكن اقفله كده، احط تحت الغطا كيس عشان اضمن انه ما يدخلهوش اي هوا. ولازم الميه تكون مغطيه المخلل لحد الاخر يا بنات، لازم نتاكد من ده كويس قوي.
بصوا، ده بعد يومين 3 كده من التمليح انا طلعت منه واكلنا منه عادي، وكان تحفه بجد. الخيار كان بيقرمش قوي زي ما احنا بنجيبه من بره. واللفت كان تحفه وملحه مظبوط جدا. وبجد ما فيش احسن من ان انتي تعملي يعني المخللات في البيت. انضف واوفر بكتير قوي. والمخللات برضو مهمه ان هي بتنشط البكتيريا النافعة في القولون. فده يعني ده كلام دكاترة انه الخيار المخلل او اللفت المخلل دي حاجة مفيدة مش حاجة مضرة، بشرط طبعا ان هي ما تكونش ملحها زيادة، علشان طبعا لو حد مريض ضغط او حاجة. بس هي المخللات مفيدة جدا بالنسبة للقولون. بس بشرط ان انت تكوني عاملاها بنظافة في البيت، وان ما نكونش شارين حاجة من بره، احنا مش ضامنين الحاجات اللي بره دي بتبقى عاملة ازاي. ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو وتقوموا بقى تعملوا المخلل. ولو استفدتي من الفيديو حطي لايك واشتركي في القناة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.